في كل بيت فيه تفاصيل صغيرة جدا بس تأثيرها بيبقى كبير قوي على العلاقة بين الزوج والزوجة. والزوجة الذكية هي اللي تعرف امتى تحتوي وامتى تتكلم وامتى تسكت عشان البيت يفضل دايما جنة. اول نصيحة: احترميه قدام الناس. الراجل بطبعه بيكبر جدا لما يحس ان مراته شايفاه راجل فعلا. كلمة احترام قدام حد بتبني جواه 1000 نقطة تقدير ليكي. تاني نصيحة: اختاري وقت الكلام. ما تختاريش الوقت اللي هو تعبان او راجع من الشغل مصدع، لا، استني لحد ما يهدى وبعدها اتكلمي بهدوء معاه. الاسلوب مش بس كلمة، الاسلوب وقت وطريقة. تالت نصيحة: دعميه حتى لو وقع. الراجل مش دايما قوي على فكرة، ساعات بيحتاج كلمة تشجعه، حضن يرمم تعبه، ضحكة تهون عليه الدنيا. لما يلاقي ده عندك مش هيشوف غيرك. مش أول الدنيا ما تقلب عليه والظروف تبتدي عنده تدي ظهرك وتبيعي. خلي بالك من النقطة دي، بتبقى تأثر كتير جدا على الراجل. رابع نصيحة: ما تكبريش المشاكل. لو حصل خلاف افتكري دايما ان الهدف مش الانتصار، مش مين اللي ينتصر، الهدف ان البيت يفضل واقف. اتعلمي تقولي له تعالى نهدى ونحلها. الجملة دي وحدها بتغير اتجاه المشكلة كلها. خامس نصيحة: اعملي اللي تقدري عليه وما تتعبيش نفسك وتحمليها فوق طاقتها. الراجل العاقل بيقدر بس ساعات محتاج تركيز او تذكير لطيف. قولي له انا بعمل اللي اقدر عليه والباقي نعديه مع بعض. حاولي تعملي ده. اخر نصيحة: خلي البيت راحته، مكان لراحته، مش ساحة قتال. ابتسامة بسيطة، ترحيب لطيف، كلمة حمد لله على السلامة، اقسم بالله تأثيرهم اكبر من اي حاجة. لما الزوجة تعامل جوزها بالحنية والتقدير والاحترام بتصنع منه راجل شايف الدنيا كلها فيها، وبتشوف هي كمان حياة أهدى وأجمل وأقرب لقلبها. وده سر العلاقات اللي بتعيش وما بتنكسرش.